الفطيرة بتاعتنا النهاردة جامدة قوي قوي، رغم انها بسيطة مفيش فيها شغل كتير، لكن هتعملي فطيرة مورقة بطبقات حلوة وقد ايه هشة وقطنية ومرتفعة وكمان اقتصادية ومفيش فيها اي تكلفة. بص شكلها عامل ازاي، تقدري تحطي فيها اي حشوات بتحبيها، تقدري تعمليها زي ما عملتها. على فكرة هي سهلة جدا جدا، والعجينة دي لكل الاستخدامات، يعني اعملي اللي انت عايزاه فيها. بصي بقى تقدري تقطعيها كده وتقطعيها بالشكل اللي هتشوفيه تاني، يعني ليها اكتر من طريقة في التقطيع واكتر من طريقة للتقديم. لو هتستخدميها مع اي جبن كريم تشيز، اسمه ايه، جيلي، الحاجات دي. هستخدم هنا الدقيق ونزل امين عفوا السكر والخميرة وعلى الحليب الدافي نزلت بذرة من الملح على الدقيق، هقلبهم مع بعض. وبعدين هاخد قطعة بسيطة من الزبدة، هسيب المقادير جوه صندوق الوصف، وهنزل بالخميرة وهوديها على العجين وهنزل عليها ببيضة، بيضة واحدة. قلت لكم قبل كده العجينة دي تقدروا تشتغلي فيها بأي حاجة انت عايزاها، أي حاجة، أي حاجة انت عايزاها حقيقي. وافضل مشغله الميكسر عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد بقى ايه ما تلم العجينه كلها، وده شكلها النهائي. انا بقى بحب اعمل كميه كبيره، بسيب لكم مقادير كميه بسيطه عشان تعملوها وما تظبط معاكم وتحبوها زودوا زي ما انتوا عايزين. بس انا خلاص عارفه مقاديري، ودي طريقتنا في العجينه. بصوا العجينه طريه ما بتلزقش في الايد، بتعمل استرتش معاكي، يعني بتقولك انا ريدي لاي حاجه. هاخد منها جزء صغير وهركنه على جنب عشان هنستخدم فيه اللي هو الخليط التاني، هنضيف عليه كاكاو. وهدهن هنا بسيط زبدة من فوق، زبدة عاملة ملتي، يعني انا سايباها بره التلاجة، وهحطها في حاجة كده واغطي عليها لحد ما تختمر. لو الجو دافي هتقعد نص ساعة، لو الجو مش دافي هتقعد اكتر من كده، وعشان تتأكد ان هي خمرت يبقى حجمها تضعف. وبعدين نزلت هنا بالجزء العجينة اللي احنا شلناه، نزلت عليها بالدقيق امين عفوا بالكاكاو وبسيط من الزبدة، ومعلقة حليب دافي من معلقة حليب دافي على الكاكاو، ولحد ما تماسكت بالشكل ده. هدين بسيط من الزبدة عشان اغلف الوش، وبعدين هغطيها بالبلاستيك راب، وبعدين هحط عليها فوطة عشان اتأكد ان هي دافية. دي العجينة بتاعتنا تبارك الله هايلة هايلة حقيقي. كنت عايزة اعمل حاجات تانية، بس ان شاء الله دعولي اعمل لكم حاجات تانية هتجننكم والله، حاجات تقدري تبدأي فيها زي ما انت عايزة. هفرد العجينة كلها مع بعض بشكل واحد، مش ضروري شكلها حلو او مش حلو، افردي بس بالشكل اللي انا اللي انا عملته معاكم. نفسي بقالي كتير ما سجلتش. وبعدين هاخد اللي عملتها بالكاكاو، وبعدين اجيب ورقة زبدة واحطها عليها وافردها، لاني هفرد الاتنين فوق بعض دلوقتي. كده بفرد اتنين مع بعض، بس حاطه في كفر ما بينهم عشان ما يلزقوش في بعض، مع اني احطهم على بعض بس عشان يبقوا قد بعض في الفرد عايزه اقول. ونزلت اللي انا فردتها بالكاكاو على العجينه الساده وقطعتها بالشكل ده. مش هظبط ولا جناب ولا اي حاجه لاني انا هحشي بيها، وهلفها رول بالشكل ده. وقبل اللي هو التلت الاخير هروح ماسكه ايه، القطعه والسكينه او اي حاجه، وهروح مقطعه كده شرايط رفيعه جدا. خلي بالك بس عشان ما تعملش منك يعني، عشان تظبط. وبعدين هروح لفه رول جميل قوي سهل وبسيط، وهيطلع معاكي حلو قوي كده، جميل شكله جميل قوي قوي. الولاد هتحبه، هتبقى مبسوطة من شكله. تقدري تستخدمي التقطيع اللي هو الحروف اللي من فوق دي على انها شرايح. حقيقي انا كنت مبسوطة قوي بيها. بصوا شكله عامل ازاي تبارك الله. وهشيلهم وانقلهم في صينية صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه، وحطي 3 قصاد بعض، كل واحدة تاخد جنب كده في القالب بتاعها من غير ما اعمل فيهم اي حاجة. تحسي اول ما تحطيهم جوه الصينية ان هي مهواية كده، وتحسي ان الصينية او القالب اللي هتشتغلي عليه فاضي. بصوا شكله حلو ومفرح قوي حقيقي مبهج. واغطي عليه، دي المرحلة الأخيرة في التخمير لحد ما الاقيه ملا الصينية بالشكل ده، أو القالب بتاعي whatever أي حاجة. خلاص بصوا بعد ما كانت الصينية مهوية وفاضية ما فيش فيها أي حاجة، أول ما حطيناها واختمرت بالشكل ده تقعد حوالي 30 دقيقة أو 40 دقيقة على حسب الجو. هدهنها من فوق يا بحليب أو ببيض، المتاح عندك اللي يعجبك اعمليه.
وهدخلها الفرن على درجة حرارة 190، هتقعد معايا 30 دقيقة، من 25 ل 30 دقيقة. حبيت اخرجها اللون ده، اول ما بتخرج بدهن وشها بسيط من الزبدة او العسل، واغطيها عشان تفضل طرية، عشان هي لسه سخنة. اغطيها عشان تفضل طرية من فوق ومن تحت وتبقى هشة. وبعدين وقت التقديم هرش عليها سكر البودر واقدمها بالشكل ده. وطبعا التزيين اختياري، تقدري تحطي سكر بودر، تقدري تحطي اي فواكه او نوتيلا او صوص شوكولاتة اللي يعجبك. بصوا شكلها عامل ازاي، مجرد انك تمسكيها هي بتفك من بعض. وقطعيها بقى، ممكن تقطعيها، بصوا حكاية هموت والله. ريحتها وطعمها خطير، ما تعرفيش ده فطير ولا اسمه ايه، كيك ولا حاجة مش عارفة، هو كله مع بعضه جميل حقيقي. انا مبسوطة بيه، كنت راضية عنه. فهعمله العجينة مظبوطة 100% حقيقي، تبارك الله. اعملوها بقى، ومستنية دعواتكم الجميلة. ما تنسوش تتابعوني على قناتي دي وقناتي التانية، وكمان تابعوني على صفحتي على الفيس، وبقول لي على الفيس تابعني على اليوتيوب. بحبكم، اعملوه ما تكسلوش، ما بياخدش وقت. ولو عايزة مقادير كتير اكتبولي، انا دايما زي ما قلت بحب اعمل مقادير كتير. بصوا بقى، بصوا كنت عايزه ادخل اسمه ايه البتاعه دي جوه الكاميرا، نفسي توصل لكم زي ما كنت ماسكاها. انجوي يا جماعه، دي كانت طريقتنا سهله قوي قوي قوي. بصوا بقى وهي بتتقطع بالسكينه شكلها عامل ازاي اهو. كده بقى تقطعي شرايح توست وتقدميها للولاد، وتحطي عليها بسيط من النوتيلا او العسل او اي جيلي، اي حاجه بيحبوها، وياخدوها معاهم في السندوتشات كمان. انجوي يا جماعه، دي كانت طريقتنا.